نجم النصر يطلب فسخ عقده، مفاجأة من العيار الثقيل. اجتماع عاجل ومصيري في النصر، تحذيرات ليفينجا قبل القرار الأهم، 3 أسرار خطيرة وراء أزمة عقد رونالدو مع النصر، تفاصيل خطيرة. هل يصبح رونالدو مالك مانشستر يونايتد؟ تصريح ناري وهجوم عنيف على الدوري الفرنسي. رونالدو يعلن انسحابه من المنافسة مع النصر بتصريح صادم في حفل جلوب سوكر. يستمر الحديث بشأن كواليس نجوم نادي النصر السعودي خلال الفترة الحالية من عمر الموسم الكروي الجاري، تزامنا مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوي من بدايته. نجم النصر يطلب فسخ عقده، وحسب صحيفة الرياضية طالب مختار علي نجم نادي النصر السعودي في الرحيل عن الفريق خلال نافذة الانتقالات الشتوية. اللاعب طلب التنازل عن المدة المتبقية في عقده مع النصر وفسخ التعاقد بالتراضي من أجل التوقيع مع فريق جديد في الشتوية. تستمر المتابعة لكواليس قلعة نادي النصر السعودي خلال الفترة الحرجة من عمر الموسم الكروي الجاري. تحذير ليفينجا قبل اجتماع النصر المصيري. وكتب الإعلامي متعب بن عبد الله الهزاع عبر حسابه الشخصي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي عن كواليس الاجتماع الهام في قلعة النادي الأصفر. وكتب متعب: اجتماع مهم ومصيري لنادي النصر. رائد إسماعيل: ذكرت عبر برنامج كورة أنك لا تبحث أنت والعاملين معك استفزاز المشجع النصراوي، ونسمع للمشجع النصراوي ويهمني أمرهم لأننا نعمل من أجلهم شيء جميل. راح ننسى موضوع سلطان الغشيان الاجتماع مع ماجد الجمعان وتسليمه العمل في النادي بكل أريحيه مع منحه كامل الصلاحيات. أمر يسعد المشجع النصراوي. هل ستعملون على ذلك؟ ومن المتوقع أن تنتقل صلاحيات الرئيس التنفيذي خلال الأيام المقبلة من جويدو فينجا إلى ماجد الجمعان، ويسعى النصر للعودة إلى منصات التتويج هذا الموسم وإنقاذ الألقاب المتبقية في الموسم الحالي. إلى أين يسير مستقبل كريستيانو رونالدو في النصر؟ سؤال الساعة حاليا في قلعة العالمي، مع عودة الجدل المثار حول مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر بعد اقتراب عقده على النهاية دون جديد حول ملف تجديد عقده لموسم آخر. وشهدت الساعات الأخيرة جدلا واسعا حول إمكانية رحيل كريستيانو رونالدو في نهاية الموسم الجاري عن النصر والانتقال إلى صفوف الهلال للعب مع الزعيم في كأس العالم للأندية وارتداء قميص الهلال الغريم التقليدي للنصر. وبات كريستيانو رونالدو وتجديد عقده مع النصر يمثل لغزا كبيرا في ظل وجود 3 خلافات كبرى تجمع رونالدو مع إدارة النصر يرصدها سعودي سبورت في السطور التالية. تعد أزمة الصفقات الجديدة أكبر خلاف يجمع رونالدو وإدارة النصر في الوقت الحالي بسبب رغبة رونالدو في تعاقد النصر مع صفقات كبرى وطلبه أسماء بعينها في وقت سابق لم يتم استخدامها إلى صفوف النصر، يتصدرها لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، والذي كان يعتبره رونالدو صفقة هامة في الوسط، وسيرجيو راموس قلب الدفاع المطلوب من جانب رونالدو في وقت سابق لتدعيم الدفاع. إلى جانب طلب رونالدو ضم لاعب وسط هجومي قادر على صناعة الفارق وتحديدا مواطنه، برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي. ولم تنجح إدارة النصر في حسم أي صفقات طلبها كريستيانو رونالدو لتقوية تشكيلة العالي في الموسم الجاري، وهو ما كان له تأثيرا واضحا على نتائج النصر في الدور الأول من عمر بطولة دوري روشن السعودي، حيث لا يزال النصر بعيدا عن الهلال والاتحاد صاحبي الصدارة والوصافة في الجدول. يمثل غياب النصر عن حصد الألقاب الكبرى سبب تأخر في توتر علاقة كريستيانو رونالدو في النصر بسبب شعور اللاعب البرتغالي الكبير بعد تحقيقه الأحلام الكبرى التي صاحبت انتقاله إلى صفوف النصر في وقت سابق. وحمل رونالدو في الغرف المغلقة سبب نزيف نقاط التي عاني منها النصر إلى وجود نواقص كبرى في التشكيلة، مثل تجاهل دعم مركز حراسة المرمى بحارس عالمي في الميركاتو الصيفي رغم طلب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني السابق، إلى جانب حالة التراجع الفني الكبير في أداء أكثر من لاعب مثل ساديواني وأندرسون تاليسكا، اللذين انشغل النادي بمناقشة بقائهما أو رحيلهما عن صفوف النصر في العديد من الأوقات، مما أفقد النصر الكثير من توازنه والتركيز المطلوب في بداية الموسم الجاري، مما أفقد النصر وقتا طويلا في التحضيرات قبل أن يستقر في وقت متأخر، وبعدها يدشن بداية هزيلة في سباق دوري روشن السعودي تسببت في إهدار نقاط سهلة. يتمسك كريستيانو رونالدو في المفاوضات مع إدارة النصر على تجديد عقده في الحصول على عقد يمتد لموسمين مقبلين
وليس موسم واحد، مع تقاضي نفس القيمة المالية المنصوص عليها في عقده الحالي مع النصر. والتي يراها حقا أصيلا له بوصفه الهداف الأول وصاحب أكبر عدد من الأهداف بين جميع اللاعبين في التشكيلة. ويترقب رونالدو موافقة إدارة النصر على طلباته المالية، بخلاف حل الأزمة الأساسية في توتر علاقة الدون البرتغالي مع العالمي بشكل لافت، ممثلا في إبرام صفقات قوية سوبر لا تقل عن 4 لاعبين سوبر من كبار المحترفين في أوروبا خلال الفترة المقبلة لدعم تشكيلة النصر بصفقات قوية، مستقبلا تتيح للعالمي الحصول على الألقاب الكبرى مثل الدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر السعودي في السنوات المقبلة. لقب واحد لرونالدو في النصر. يملك رونالدو رفقة النصر لقب وحيد منذ بدء تجربته مع العالمي، يتمثل في الحصول على لقب بطل كأس العرب في 2023، وهو اللقب الذي كان يمثل ضربة بداية أحلام كبرى في النصر صوب تحقيق بطولات أكبر. أصر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي على الإشادة بمستوى دوري روشن السعودي لكرة القدم في حفل جوائز جلوب سوكر. رونالدو يهاجم الدوري الفرنسي ويتحدث عن مستقبله، وقال رونالدو خلال تواجده في الحفل عن مستوى الدوري السعودي: بكل سهولة دوري روشن أفضل من الفرنسي. وتابع: هناك فقط باريس سان جيرمان، وباقي الأندية لا يمكنها المنافسة، هنا توجد منافسة كبيرة. ويكمل: حاول أن تركض بسرعة في درجة حرارة تصل إلى 40 درجة، الأمر هنا أصعب وأكثر حدة. وعن إمكانية كونه مديرا فنيا بعد اعتزاله: لا أظن ذلك، قد أصبح مالكا لأحد أندية كرة القدم. ويتوقع عشاق ومحبي رونالدو أن يكون اللاعب مالكا لأحد الأندية على غرار دافيد بيكام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أو حتى شراء حصة بناديه السابق مانشستر يونايتد. نال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي لقب اللاعب الأفضل في الشرق الأوسط عن عام 2024 في حفل جوائز جلوب سوكر. رونالدو ينسحب من المنافسة على لقب دوري روشن. وتحدث رونالدو عقب حصوله على الجائزة متحدثا عن قوة الأندية في دوري روشن السعودي في الموسم الحالي، وقال رونالدو: من الصعب أن أكون بطلا هناك في المملكة العربية السعودية، لأن الهلال أفضل والاتحاد هو في صدارة الدوري هذا الموسم. وعلق جمهور نادي النصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حديث رونالدو، معبرين عن إحباطهم من استسلام البرتغالي مبكرا في بطولة دوري روشن السعودي.